مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا كلياتكم بخير. اول شيء هيك خلينا نبدا الفيديو بالصلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كمان خلينا نتذكر اهلنا بسوريا بدعوه حلوه. الله يسعدكم، بحبكم كلياتكم. قبل ما نبدا الفيديو، اذا لسه ما اشتركتوا بقناتي اشتركوا فيها، حطوا لي لايك، اكتبوا لي تعليق حلو مثلكم، واهلا وسهلا بكل صبيه انضمت جديد لقناتي. نورتوني ونورتوا عائلتي الحلوه، وبتمنى اني قناتي تعجبكم. صار لي يومين وهذا الثالث ما نزلت فيديو، كنت مرضانة عن جد يعني. ما بعرف، هلا هو يمكن على الأغلبية كان قريب، فهون عم أعمل شي للقريب. بس صراحة يعني ما حسيت، يعني ما حذرت عليه إنه قريب، لأني كان وجع غريب. هلا بحكي لكم. فهون هاي بعد ما صحصحت، يعني ضليت يومين بالفرشة ما قدر أتحرك. يعني تصوروا بنتي هي تجيب لي الأكل اللي عندي على التخت قد ما كنت كتير تعبانة. ايه والله الله يرضى عليها. هون اليوم الثالث يعني كنت حاسة حالي شوي أحسن، متنشطة الحمد لله. عملت شاي وحطيت له زنجبيل وليمون، وقلت لحالي شايفين الكاسة قد ايه كبيرة. شربتها هي، وكمان بعد ساعتين رجعت عملت وحدة تانية مثلها وشربتها. فعم احكي لكم اني على الاغلبية انه كان قريب معي، بس صراحة ما حذرت عليه انه قريب، لاني ما بعرف وجع كان غريب. هلا كان في حرارة، كان في عم حس حالي عم ابرد واسخن. بس الشي اللي حسيته غريب اني كان في وجع برقبتي من قدام يعني، بس لا محل البلعوم ولا محل الحنجرة. بمكان يعني ما بعرف، انا بعرف انه هذا المكان هو محل الغدة الدرقية. فالصراحة شكيت، قلت لحالي يمكن الغدة الدرقية او كذا، انا ما معي غدة الحمد لله. بس ما بعرف يعني حسيت في شي غريب. المهم، فالمضحك بالموضوع اني رحت عند الدكتور. رحت بدي اخذ موعد عند الدكتور، فرحت عند المساعدة عم قلها انه هيك هيك صاير معي، فعم ورجيها وين عم يوجعني. قام قالت لي انت معك غدة؟ قلت لها لا. قام قالت لي يعني احتمال قريب واحتمال يكون الغدة. فقام قلت لها انا كتير تعبانة، اعطيني موعد مستعجل. يا حذركم امتى اعطتني الموعد؟ اعطتني الموعد بعد اسبوع. يعني انا رحت لعندها يوم الثلاثاء، فاعطتني الموعد هي يوم التنين الاسبوع اللي بعده. قلت لها لهذا مستعجل؟ قالت لي ما عندي محلات قبل. هلا الصراحة انا ما صدقتها يعني، بس هي خطة منهم. هيك على ما اظن، يعني خطة منهم انه في حال كان قريب فمن هون لاسبوع فانا رح اطيب، فانه يعني بلغي الموعد. واذا ما كان قريب فيعني بضل الموعد وبروح على موعدي. فعلى الاغلبية ان شاء الله الغيه، لاني حاسة حالي الحمد لله كتير يعني متحسنة احسن بكتير. فطلعت شربت الشاي برا. هلا في صبية سألتني سؤال، عم بتقلي شو الفرق بين البيت اللي مثل بيتك، هي وصفته بأنه هو بيت له حديقة على وجه الأرض، هذا البيت اللي مثل بيتي بنسميه هاوس، وبين الشقة اللي هي عبارة عن شقة ببناية يعني بطوابق. هلا الفرق اني الهاوس بيكون اكبر. يعني قد ما كانت الشقة كبيرة بضل الهاوس أكبر. هلا أنا شايفين بيتي، شفتوا أنا دخلت من باب البيت، أول ما بتدخلوا هذا التواليت هون العفو منكم. أنا عندي بس تواليت تحت. في ناس عندهم بالطابق الفوق كمان بيكون بقلب الحمام في تواليت، نحن ما عنا للأسف. يعني هي الشغلة كتير مزعجة بهذا البيت. فبتدخلي من باب البيت على يمينك أول شي بتلاقي التواليت. هلا مثل ما لكم شايفين هذا باب البيت. انا حاطه ورا باب البيت هون حاطه خزانه للاحذيه. المشكله هون او هيك بتحسوا بواب البيت كلها شفافه، يعني بلور قصدي. فهون انا فك البردايه عم اغسلها، فاجباري واحد يا بده يحط بردايه لاني بالليل بكشف على اذا مشغل الضوء، او بده يلزقه لزق بحيث اني ما يبين لبرا. مثل ما شفتوا هلا هون هذا الدرج بيطلع على الطابق اللي فوق. فوق في عندي 3 غرف نوم وحمام، مساحتهم على قد مساحة البيت كله. يعني الممر والمطبخ والتواليت وغرفة القعدة أو الصالون. في عندي هاي الخزانة هاي تحت الدرج، هاي كمان حاطة فيها أحذية.
هي صايرة ما كتير يعني، بس هيك على مساحة تحت الدرج، ما كتير كبيرة. وهاد الصالون هون. في ناس بيكون الصالون مفتوح على المطبخ، فيعني بيقولوا له موديل أمريكي. أنا بالنسبة لإلي لأ، شفته المطبخ مسكر، بس جيراني فاتحينه، جيراني اللي جنبي فاتحين المطبخ على الصالون. وهذا المطبخ هذا هو بيتي كله، هاي مساحة بيتي كمساحة أرض. بس هو كونه طوابق، يعني هلا هذا الطابق اللي تحت في فوقه طابق كمان، مثل ما قلت لكم فيه 3 غرف نوم وحمام. الطابق الثالث بنسميه زولدر. الطابق الثالث انا عملته قسمين، قسم غرفة ابني وقسم للغسيل. هون كنت مطلعة فروج، بدي اعمل لهم اليوم سندويش فروج وسلقة بطاطا، وكمان كنت موصية على حليب، فجاني اليوم الحليب، بدي اعمل لبن، بس مو اليوم يعني، هلا بس عم اغليه وبدي احطه بالبراد، بدي طالع منه قشطة لسه وبعدين اعمل لبن يعني لبعد يومين. فهذا هو هيك البيت مثل ما لكم شايفين. هاد هلا مثل ما قلت لكم الهاوس بيجي اكبر. غالبا عم تسالني الصبيه انه انت لما بتجي على هولندا او بتسجلي بشركه بيوت على اي اساس بيطلع لك بيت يعني، بيطلع لك شقه او هاوس؟ على اساس عدد افراد العيله. يعني انت مثلا اذا كنتوا يعني عيلة أم وأب وولاد فأكيد رح يطلع لكم هاوس. بينما إذا كانوا بس بس كانوا يعني رجال ومرأة أو زوج وزوجة، ف يعني بيطلع لهم شقة. هلا أنا وقت سكنت بهذا البيت كنا بس يعني كنا بس أنا وخلدون ومعي آلاء ومحمد، يعني كنا بس 4 أشخاص. فهذا بيتي يعني مناسب إنه ل4 أشخاص. بس صراحة نحن قاعدين فيه هلا حاليا، يعني لسه ما طلعنا. وميزة بيتي إني أجاره مدى الحياة، يعني يعني بتستأجريه. هو بشكل عام أنت إذا استأجرتي من شركة بيوت، فأغلب شركات البيوت بتكون مدى الحياة، يعني فيكي تضلي فيه طول عمرك، ما تطلعي منه إذا حبيتي ما تطلعي. شايفين الحديقة يعني مو تركتها يومين 3، الشجر عم بيهر ورقه، فأرض الحديقة مليانة، بدها تنظيف كمان، بدي نظفها اليومين. عن جد يعني الله يعطيهم العافية الأمهات، بتحسوا يعني إذا نهار واحد هيك قصروا شوي بشغل البيت، البيت بيقوم وما بيقعد. هذا الطابق الثاني اللي قلت لكم عليه، هدول هون غرف النوم. غرفة نوم بنتي وغرفتنا وغرفة نوم الأبوين يعني، وغرفة نوم ألمة. هلأ هون الطابق الثالث، هون غرفة ابني، وهون برا أنا حاطة مكان يعني مكان الغسيل، عملته هذا مكان الغسيل. هلا لا تعيبوا على غرفة ابني، لاني هلا انا عم اطلع معكم، هي اول مرة لهون لفوق على غرفة ابني، يعني لفوق بدي اطلع هلا، بدي انشر غسيل وحط غسيل وهيك. فلا هو سواها ما بلحق، يعني الصبح اودي يروح على المدرسة ما بيساويها. فاذا انا كنت يا انا بساوي له اياها، يا اما اذا رجع من المدرسة ولقاني مالي مساويتها هو برتبها. فهلا بدي اعمل الغسيل اشتغل فيه وارتب له غرفته وبعدين بنزل لتحت. الصراحة اقول لكم شغلة، يعني مثلا انا اول ما جيت، انا كنت بسوريا ساكنه بشقه، فكنت متعوده على نظام الشقق. اول ما جيت الصراحه ما حبيت السكنه بالهاوس. ما بعرف، حسيته متعب. طلعه ونزله، يعني مثلا بتكوني تحت بلزمك غرض من فوق بدك تطلعي طابق او طابقين. صراحه يعني ما بعرف، حسيت انه الشقه هيك ارتب اضبضب يعني يمكن انا لاني كنت متعوده على الشقه يعني. بس صراحة هلأ بس بعد ما يعني سكنت بالهاوس خلص تعودت عليه. وهو للولاد أفضل بكتير، الهاوس أفضل بكتير للولاد من الشقة. لأن الولاد بياخدوا راحتهم، ما في حدا تحتك، ما في حدا فوقك. الولاد قد ما نطوا قد ما دبكوا قد ما عملوا، ما يعني ما حدا بنزعج. في جيران من الطرفين، من اليمين ومن اليسار، يعني من على جنبنا، بس ما بنزعجوا من الأصوات، يعني لأني الأصوات يعني ما كتير بتطلع مثل إذا مثلا في تحتك جيران. فغالبا اللي بيسكنوا بشقق هن بيكونوا اما كبار السن، او مثلا يعني عائلة ما عندهم اولاد. والشقق هون مو مثل الشقق عندنا بسوريا، يعني مثلا شقق بسوريا كانت البداية فيها يعني مثلا بدك تقولي 10 بيوت 12.
20 بيت؟ هون بدك تعدي بالمئات، يعني هون أعداد البيوت بالمئات بالشقق. الجماد المتكاثر، انتوا عندكم هيك كمان؟ عن جد يعني الغسيل عندي عن جد الله يرحمنا أحسن شي، ما بيخلص ما بيخلص ما بيخلص، الغسيل غسيل غسيل، كل نهار كل نهار كل نهار لحقي غسيل. خصوصي بالشتاء يعني بتحسي مو اللبس بيبقى يعني شوي سميك، بياخد مساحة أكبر، فبتلاقي الغسالة فورا بتتعبى وتعي لحقي غسيل. فبالصيف بتلاقيني كنت حط وجبة وحدة كل نهار، يعني حط وجبة. هلأ الصراحة ما عاد لحقنا، يعني دوب بده وجبتين صاروا. شفتوا المدارس كمان ودوام صار يغيروا أكتر يلبسوا أكتر، فالله يحميهم يا رب. فأنا بقول لهم في شغلتين هن جماد متكاثر اللي هن الجلي والغسيل. هلا هون كنت بدي اعمل مثل ما قلت لكم، بدي اعمل لهم سندويشات فروج. آه، بنتي كانت مشتية على الشاورما، قلت لها هلا شاورما اليوم، يعني صراحة هي سهلة بالماكينة، ماكينة الشاورما. بس الماكينة تبعها او الآلة تبعها يعني الشواية تنظيفها وجلية وهيك. فقلت لها رح اعمل لكم سندويشات فروج، يعني رح احط معهم خضار وهيك وقت اللي بدي لف السندويشة بحط لها جبنة وكمان شوية خضار، فبتطلع طيبة. هلأ بالنسبة للتبلة، البهارات اللي بحطها يعني بأغلب الأحيان، بحط دائما، أنا بحب إني أحط توم بودرة، بابريكا، يعني هدول البهارات بحسهم كتير طيبين بيطلعوا مع الفروج. بالإضافة للفلفل الأسود وسبع بهارات وكاري وكركم وهيك يعني، والزنجبيل وهال، يعني البهارات اللي واحد بحب يحطها. حطيت له هون بشرة برتقانة كمان. بدي احط معلقتين لبن تقريبا، بدي احط دبس فليفلة شي معلقتين. كمان بدي احط زيت، زيت نباتي، بتبلهم بزيت نباتي، كمان خل، كمان عصير ليمون، وتوم كمان شي هيك 3 4 سنون توم، وبتبلهم مع بعضهم. هلا ما رح فورا اطبخها، بس انا استنيت عليها تقريبا شغلة 3 ساعات، بعدين بديت اشتغل فيها. والخل، خل ابيض، وهذا الليمون. حاسه حالي عم اشتغل بصحون السنافر مو صح؟ بس هدول طبعا هدول الصحون مو للعب او لبناتي، هدول صحون انا شريتهم مشان هيك شغلات، يعني انه بنحط فيهم مثلا، ممكن واحد اذا حب يحط على السفره مثلا هيك رشه ملح، مثلا فلفل اسود او كمون او اي شيء، مثلا اذا حبيتي تحطيه، او بستعملهم انا بالمطبخ.
هون كمان كنت بدي أعمل سلطة بطاطا. مو هيك مرضانة، قلت لحالي خليني أكل سلطة بطاطا، إنه يعني مو بس لإلي، رح أعمل للبيت كله يعني. بس إنه يعني إنه صراحة أنا بحبها، وهي هيك يعني إنه بتحسوها خفيفة. فسلطة البطاطا هي عبارة عن بطاطا مسلوقة. بعد ما سلقتها وقشرتها وفرمتها، بدي احط لها بصلة خضراء، بندورة مفرومة، بدي افرم لها بقدونس هيك شوي صغيرة، وكمان مخلل. المخلل مو اجباري يعني اختياري. بس انا بحب احط لها مخلل بدل ليمون، يعني مشان ما اعصر لها ليمونة بحط لها مخلل، بتطلع كتير طيبة. وبحط لها كمون وملح وزيت زيتون وبس، وبحركها مع بعضها وبس هيك يعني. يعني ممكن واحد ياكلها بالخبزة، ممكن بالمعلقة، انا باكلها بالمعلقة. في ناس بتحب تاكلها بالخبزة يعني كمان طيبة. صار لي زمان ما عملتها وكتير بحبها عن جد، ما بقاومها. فهلا يعني لسه ما يعني لسه بدي اساوي الاكل، لسه الاكل ما خلص. بس قد ما هيك مشتية عليها، وصراحة كنت جوعانة. فهلا هون بدي دوقها معكم وقلكن اني عن جد كتير طيبة. اكتبوا لي بتعرفوها لهي السلطة ولا لا، واذا ما بتعرفوها جربوها لاني عن جد طيبة. على الفطور مثلا ممكن واحد ياكلها على العشاء جنب الاكل. نرجع للجماد المتكاثر. عن جد، بس انا عندي يعني انا عندي جلاية وبجلي على ايدي. هلا مثلا مثل هيك صحون ما بحطها بالجلاية. كل شي خشب، كل شي له ذهبي او له رسمة، احتمال يعني. هلا الكاسات المكات هدول اللي لهم رسمات بحطهم، ما بتروح رسمتهم. بس في مثلا احيانا بتجيكي فناجين لها خط ذهبي او خط فضي، هدول بيروحوا بالجلاية، فما بحطهم، بجليهم على ايدي. بس صراحة يعني عن جد، يعني رغم اني بنجلي على ايدنا، بس الجلاية بتختصر وقت رهيب. بخ مثل ما ورجيتكم اياه من شوي ببداية الفيديو كتير صغير. هلا الصبايا في بنات مثلا مثل رفقاتي ما كانوا بيعرفوا بيتي او مطبخي، بشوفوا قنواتي على قنواتي، بشوفوا فيديوهاتي على القناة. فمرة اجوا لعندي، فكلهم تفاجئوا، قال معقول هيك مطبخك كل هالقد صغير مبين على القناة كبير؟ قلت لهم ايه صغير يعني، لاني الكاميرا عم تاخد زاوية معينة او مكان معين. بس هو الصراحة المطبخ كتير صغير يعني، ومليان اغراض وما بعرف. هلا اذا بيوم من الايام بدي انتقل على بيت جديد، فاهم شغلة عندي بالبيت الجديد انه يكون مطبخه كبير. صراحة يعني يعني هون المطبخ معقدني. بحب أنا كتير إن يكون مطبخي يعني فيه طاولة وكراسي. لو إني طاولة وكرسيين بس، معلش. هلا أنا بيتي بسوريا كنت حاطة طاولة وأربع كراسي بالمطبخ، بقلب المطبخ. كان هون مطبخي صاير مستطيل بالطول. بسوريا كان مطبخي مربع. ما كان هالكبير كتير كتير، بس صراحة وسعان كل شي يعني، براد كبير، غاز كبير. حتى غازي كان هنيك بسوريا أو الفرن أكبر من هون بس 4 روس، أنا هنيك كان عندي 6. وكنت حاطة طاولة وأربع كراسي، ويعني صراحة يعني مرتاحة شوي كنت فيه. هون المطبخ للأسف هيك يعني فهم. بس هون ليش ما كتير بكبروا المطابخ؟ لأني الأكل بيكون بغرفة السفرة بالصالون يعني. بس ولو كان والله واحد يعني عن جد وقت بيكون المطبخ كبير غير شكل بياخد راحته. صح ولا مو صح؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، شو رأيكم انتو؟ هلا أكيد أغلب النسوان رح تقول
بنحب المطبخ الكبير، أو يعني تقريبا يمكن كل النسوان. فلأني عن جد غير شكل. هون أنا عملت، كنت بدي أسكب لجارتي، بنتي كانت عم تساعدني بالسندويش، عملت أنا شوي يعني، وفي شي مساوى يعني، وفي شي بنتي عم بتكمله. فهلأ هون كمان بدنا نكمل السندويش كلياته، وبعدين بنقعد ناكل. بس هون كنت بدي أسكب لجارتي قبل ما يبردوا. فبعد ما تعشينا قلت لكم بدي أعمل لهم كنت تحلاية، هي من الفواكه، يعني هي سلطة فواكه صراحة. ما كان إلي يعني أخلاق إني أبرك أعمل حلو غاز وما غاز وفرن وكذا، هيك على السريع. وبالمرة كونه يعني يعني هاي سلطة الفواكه كلها فيتامينات، وهيك كونه حطيت فيها برتقان، وهي حطيت لها جريفونة كمان. كان عندي جريفونة وحيدة حطيتها، عصرتها وحطيتها. الفواكه المتوفرة هلا رح أقول لكم كيف رح أعمل سلطة الفواكه. هلا هي مثلا في حاله أنا رح أعملها بصحن واحد كبير. في حال مثلا بده يجيكم ضيوف مثلا، ممكن تعملوها بكاسات أو بصحون. يعني أنا الطبقات اللي هلا بدي طبقة بتطبقوها بصحن أو بكاسة. بس أنا صراحة حطيتها بصحن واحد وخلص، مثل ما قلت لكم يعني اليوم شغل كله على السريع. فالفواكه كلها قسمتها، فرمتها فرم وسط، وبعدين بدي اخلطها كلها مع بعضها. بعدين بحطها بالصحن اللي بدي اقدمها. بعد ما اخلطها كلها مع بعضها بحطها بالصحن اللي بدي اقدمها. شايفين العصير اللي عصرته؟ عصرت جريفونة وعصرت برتقانتين، ما حطيت لهم سكر. صراحة يعني ما كتير يعني كانت ميلة شوي للحموضة، لأني أغلب الفاكهة اللي حطيتها كانت حامضة. البرتقان كان حامض، شو كمان كان حامض، الكيوي كمان كان حامض. بعد ما فرمت الفواكه كلها، هلا هذا الافوكادو هذا ما راح افرمه، هذا بدي اعمل منه صوص. كمان حطيت هون اناناس، بس الاناناس الوحيد حطيته معلب، لقيت عندي علبة اناناس فحطيتها. هون الافوكادو بدي احط فوقه حليب، وبدي احط فوقه عسل، وبخلط لحتى اوصل لسماكة تكون سماكة، يعني ما يكون خفيف كتير مي، بس انه يكون هيك سماكته سماكة صوص. فانا حطيت له تقريبا شي كاسة ونص حليب، بس على مرات يعني. حط نص كاسة واخلط، ارجع حط نص كاسة واخلط لحتى انه يعني صارت السماكة اللي بدي اياها. وحطيت له عسل، لاني الافوكادو شفته ما له سكر، يعني ما له حلاوة ابدا، والحليب ما له حلاوة، فحطيت له عسل. الافوكادو السمك هيك بسمك، لان هو صاير تقريبا قوامه مثل الزبدة، بتحسوه مو هيك مادة دهنية صاير. فهلا هون بحط طبقة الفواكه من تحت. بعدين بدي احط العصير، بدي احط شوية عصير من اللي عصرته. كمان بدي احط الافوكادو، صوص الافوكادو اللي عملته من فوق. بعدين من فوق بدي احط من فوق بالاخير، يعني بدي احط قشطة من القشطة اللي طالعة معكم بالعادة، اللي طلعتها معكم من كم فيديو من الحليب. وبعدين عسل، وبس هيك بتكون صارت جاهزة. هلا هون هذا الصحن الصغير لجارتي، والكبير لإلنا. وهون حطيت القشطة. هاي القشطة مثل ما قلت لكم هي طالعة من الحليب. صراحة أنا هاي القشطة بطالعة من الحليب لهيك شغلات يعني. بستعملها مثلا مثل ما قلت لكم، بحطها فوق المامونية، فوق سلطة الفواكه. مين بيتذكر كوكتيل أبو شاكر؟ من لما كنت مخطوبة، يعني للسنة اللي سافرت فيها من سوريا، كل سنة يعني إلي زيارة أو زيارتين، يعني كل ما أروح على الشام بعدي لعنده.
كان ياخدني اما خلدون او بنت حماي، نطلع يعني نطلع مثلا مره انا وخلدون، نطلع مره انا وبنت حماي، مثلا تكون بنت حماي مثلا تقول لي عدي لعندي على الشغل، روح عدي لعندها على الشغل ونطلع انا وياها. وهيك بيكون الفيديو لليوم خلص. بتمنى انه يكون الفيديو عجبكم، واذا عجبكم لا تنسوا تدعموني بانكم تشتركوا بقناتي، تحطوا لي لايك، تكتبوا لي تعليق حلو مثلكم. الله يسعدكم، كتير كتير بحبكم، وانتظروني فيديو جديد. باي باي.